اللهم اجعل هذا اليوم خيرا علينا، لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه امر ولا يرد لنا دعاء يا ارحم الراحمين. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا كده روتين يوم السبت ونمشي حالنا كده بالغدا ببواقي من يوم الجمعة، وكمان نعمل روتين على السريع في يوم كان صيفي خالص واتقلب ليوم شتوي. زي ما انتم شايفين كده الشتاء نازل في ايطاليا، وكأننا كده لسه في عز الشتاء. أول حاجة بنسمي الله قبل ما نبدأ نعمل أكلنا. هنا كان خلاص رحنا السوبر ماركت واشترينا الحاجات اللي ناقصة في البيت. أول حاجة كان البريوش وكيس شيبسي، والشيبسي ده زي بتاع مصر بالظبط، وكمان عصير كده خوخ، حاجة كده خفيفة بدل من الفول والطعمية والحاجات التقيلة. فهنعمل سندوتشات كده على السريع أو لقمة خفيفة كده على السريع ونسمي الله كده. ومعانا ده العيش خفيف كده، عيش فينو خفيف. نجلي بقى بيضتين وحتة جبنة، وكمان معانا العصير اللي عايز يشرب أو البريوش. فطرنا وخلصنا بنلم الغسيل. وهنا بقى هنغير الستاير بتاعتنا من الشتوي للصيف، لأن خلاص في ستاير تقيلة والجو حر وعايزة نغيرها. وهنا كمان نغير فرش السرير بالمرة. وهنا روتين على السريع، يعني هناخد له كده لقطات من الروتين، ولكن في حاجات كتير خلصناها ومش بتتصور. هنا بقى خلاص الفرش حاسة ان هو تقيل. وهنا بثبت بقى المرتبتين. في ايطاليا كده السرير الكبير مش بيكون مرتبة واحدة، لا هو بيكون مرتبتين جنب بعض، فلازم نمسكهم كده بحاجة قطنية، مفرش قطني كده علشان يخليهم ماسكين كده جنب بعض. المهم هنا خلاص كده بنحاول نفرش، انا ومحمد بيساعدني في فرش السرير. هنفرش بقى السرير كده على السريع. وهنا بقى بنغير، يوم ما بغير فرش السراير بغير لكل السراير. كنسنا كده الأوضة وكمان عقمناها كده، وحطينا ستاير الصيفي، وغيرت اللون أصفر لون أبيض كمان علشان يمشي مع مفرش السرير. بعد ما خلصت كل حاجة هنا بقى بنرش البرفان ونضلم معانا البلكونات علشان تحسي كده ان انت رتبت الشقة وحطيت لها كمان البرفان او البخور. وهنا البخور كان خلصان فقلت ان انا احط ايه شوية برفان. خلصنا بقى كده الأوض بحالها، هنغير الستاير بتاعتها نخليها خفيفة. هنا بقى شجر التفاح بتاعنا كده اللهم بارك حل. حطيت بقى دورة الستاير كده ودورة مفارش السرير، يعني بنظبط كده دورة على السريع بما ان المفارش مش محتاجة غسيل كتير. خلصنا ترتيب الشقة والروتين بتاعنا، ونعمل شوية كشري كده على السريع. معايا كده تمن مكرونات كده مشكل حب صغير، والمكرونة الاسباجيتي ومكرونة الجلام. وهنا لازم نلحم الكيس لان حصل معايا صدمة في الشعرية، كانت انكبت مني، فقلت خلاص هلحم كل كيس، مش هستعجل ان انا اركنه. هنا بقى معايا العدس بجبة اديته سلقة، وبعد كده حطيت له مية تانية وحطيت لها كمون وشطة وفلفل ورق رولي، وعملتها كده كأن هسلق كده لحمة. وبعد كده بننزل كمان بالعدس تاني، بياخد السوى الحلو كده والريحة بتاعت التوابل بتخليه كمان حلو. المكرونة خلاص اتسلقت وركنتها على جنب. عندي كده شوية شعرية، شايفين الشعرية دي كانت انكبت ودولت كان كيس مفتوح، فلازم نقفل الكيس كويس بعد ما نخلص. لما ناخد من أي كيس لازم تغلق كويس باللحم كده بالسخونية بتاعة النار. معايا كده شوية من الشعرية، هنمسك كده نحط الملح ونزود المية بتاعتنا. وعندي كمان عدس بجبة هو مسلوق، فمسلوق كده غسلاه كم مرة، فهنحطه كده بعد ما الشعرية كده تستوي، لأن الشعرية أصلا ما بتغيبش في السوى. يعني لو بصيتي كده 5 دقايق بالظبط هتلاقيها ان هي استوت وانت واقفة. في الوقت ده هننزل بقى معايا بالعدس بجبة على وش الشعرية زي ما انتم شايفين كده، ونخليه كده يستوي على البخار كده وياخد النكهة بتاعت الشعرية بتاعتنا. طيب ما حطيتش رز ليه؟ انا عندي رز هنا معمر ففاضل منه شويه، خساره ان انا ايه ارميه. فهناخد بقى شويه الرز كده نحطهم على وش الشعريه. ولو عندك كمان رز معمر مركون تاني يوم تقدري تعملي شعريه، واول ما تبدا ان هي تشرب كده الميه تنزلي معاكي بالرز وتحطي كيس وهيعرج. وبعد كده تبدأي تفككيه كده شويه بشويه لحد لما تلاقي الرز بتاعك اللهم بارك كده راجع حبايه بحبايه وكأنك لسه مسوياه فريش. في الوقت ده هنسيبه ونغطيه بالكيس ونرجع له تاني. هنعمل بقى معايا البصل المقرمش بتاعنا بتاع الكشري. وهنا البصل ده كان اللي هو الحجم الصغير، يعني في خطر نمسك السكينة
قلت خلاص امسكه كده على ايديا واقطعه. المهم ان انا بعد ما قطعته شرايح بحط معايا دقيق او دقيق ونشا او دقيق. انا هنا كان متوفر عندي الدقيق ونزلت كده بزيت سخن. شايفين بقى الرز فكك كده وبقى حلو. ننزل بقى بكمية المكرونة المشكلة كده على رز بشعرية ونقلبهم كده مع بعض تقليب حلو. نعمل بقى التقلية بتاعتنا أو صلصة المكرونة. معايا شوية من التوم كده يعني 5 6 فصوص، وعملتهم دقيتهم كده ناعم. نزلت بمعلقة كزبرة ومعلقة كمون وندوبهم كده كويس، وخدت كمان معلقة من البصل كده، ولكن هو لسه ما كانش احمر. هنرجع تاني ناخد كمان معلقة بعد ما يتحمر كده خالص وينشف. بعد كده بننزل معايا بمعلقتين خل وملح وشطة، ونزلت بقى بكمون. شايفين بقى هنا العدس حمص الشام عامل ازاي؟ المية بتاعت السليق كأنها شوربة كده، طعمها حلو اللهم بارك، وريحته كمان حلو. هنا بقى البصل كان اللون ده المظبوط على منديل كده ونحطه. هنا بقى خلاص غرفنا معايا الكشري. هنضيف معايا الحمص الشام، تقدري تحط الرز طبقة والمكرونات مشكلة طبقة، فأنا حبيت إن أنا نطعم كده المكرونة مع الرز كله مع بعض. هنا بقى خلاص ظبطت كده الحمص كده على الوش. وهنا العيش التوست ده كنت قليته مكان البصل، فطعم التوست بيكون حلو. أول ما بتحمري كده العيش بترشي عليه ملح بفلفل أسود بكمون. بعد كده بننزل معايا بالصلصة بتاعتنا على الكشري، ولازم تكون سخنة وتتغرف كده ساعة الأكل. كده خلاص كشري كده بسيط مع طبق مخلل. اللهم بارك بألف هنا وشفا. يعني كنت هعمله كده في يوم كان صيفي، واليوم اتقلب كده اليوم شتوي، فجي في ميعاده. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. نحط بقى شوية بصل كده مقرمشين كده يظبطوا طبق الكشري بتاعنا، والعيش التوست ده يتاكل لوحده. اللهم بارك. شوية مخلل كده عظمة. عندك بقى حتة كبدة عايزة تعمليها، حتة مفروم عايزة تعمليها، بس ده اللي كان موجود. والطبق كده ايه حلو كده، مش محتاج اي حاجة. ليمونة بقى بنكسرها ونعصر على الكشري. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص. لو عجبك الفيديو ياريت تحط لنا اللايك والاشتراك ودعوة حلوة من قلبكم، ولكم كالمثل أسيبكم في رعاية الله.